إذا كنت من متابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس. إلى ملفنا الثاني في هذه النشرة، ففي أول زيارة له إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، وعلى منصات التواصل الاجتماعي تبينت مواقف الجزائريين، فتصدر هاشتاج لا لماكرون في الجزائر إضافة إلى هاشتاج ماكرون. وطالب مغردون ماكرون بتقديم اعتذار رسمي إلى الشعب الجزائري وعدم الاستهانة بدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا أيام الاستعمار، بينما انتقد آخرون مظاهر الاستقبال الاستثنائية التي حظي بها ماكرون في العاصمة. وكان ماكرون اعترف في خطاب أثناء حملته الانتخابية في فبراير الماضي بمسؤولية بلاده في إقصاء الشعب الجزائري أثناء حقبة الاستعمار، إلا أنه أثار جدلا واسعا بعد تصريحات خلال جولة إفريقية الأسبوع الماضي قال فيها إن فرنسا اليوم لا تتحمل استعمار الأمس. هل نحن مدانون اليوم؟ هل يمكننا العيش للأبد في ظل هذه الصدمة لبلدينا؟ لقد حان الوقت لوقف هذا الحداد، ولهذا يجب أن نمتلك الشجاعة لتسمية الأمور بمسمياتها بلا أي تبسيط. الإقرار بالحقائق هو ما قلته دائما وأكرره اليوم. إن الاستعمار أدى إلى إقصاء الشعب الجزائري، وهذا ما أدى إلى حرب لم تكن تستحقها فرنسا بسبب أعمال وحشية لا إنسانية وتعذيب كانت قد ارتكبت وتسببت في إزهاق أرواح آلاف الجنود الفرنسيين. وبينما تحاول فرنسا طي صفحة الماضي، لم ينسى الجزائريون الآلام التي سببها الاستعمار لهم. المزيد في هذا الفيديو من صفحة الخليج أونلاين. وعلى منصة تويتر غرد عدد من النشطاء معلقين عن أو على زيارة ماكرون، وقال الكاتب الرياضي ياسر بافاريا تصريح ماكرون أول أمس بأنه لن يعتذر عن الجرائم في الجزائر يثبت مدى احتقار الغرب للعرب عموما وفرنسا للجزائر خصوصا. هو حرفيا قال لن أعتذر عن الجرائم، ما يعني أنه شخصيا يعترف بالجرائم لكنه لن يعتذر. في تصريحه لم يبرر لكنه قالها بطريقة مباشرة جدا. من جهته تساءل الصحفي بقناة النهار الجزائرية عميني بلال في تغريدة له: الجزائر فرنسا أي صداقة نتحدث عنها وهي التي تعتبر الجزائر سوقا تجارية عوض شريك اقتصادي. أما الناشطة الجزائرية نبيلة كرمان فعلقت في صفحتها على تويتر: في شوارع الجزائر اعتقال جزائري، ماكرون المرشح، ماكرون الرئيس، ماذا عن ملف الذاكرة؟ الجواب: أنا نفس الرجل ولست شخص غير ثابت، هذا نفس الشخص الذي يخاطبكم. الإعلامي الجزائري زبير فاضل علق بصورة فرنسا لا تعترف بأي من جرائمها، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسابق الزمن وأي تكهن ويقولها: أنا في الجزائر صديقا لكنني لست رهينة للماضي. هي مصادر فرنسية لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتناول على الأرجح ماضي فرنسا الاستعماري في أول زيارة له إلى الجزائر الأربعاء رئيسا لفرنسا. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد صالح حجاب الناشط السياسي والحقوقي. سيد صالح حجاب أهلا بك ومرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا استاذ.
مرحبا وأنت سيد صالح حجاب بضيفي أيضا في الجانب المقابل في الاستوديو الدكتور اسماعيل خلف الله المحامي والحقوقي. دكتور اسماعيل خلف الله أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. مباشرة في صلب الموضوع، ما تعليقكم على تصريحات وزير المجاهدين الذي يطالب فرنسا عشية زيارة ماكرون بالاعتذار عن جرائم الفترة الاستعمارية والتعويض؟ أيضا أطرح عليك السؤال أولا سيد صالح حجاب الناشط السياسي والحقوقي، تعليقك على هذه التصريحات أهلا من جديد. شكرا جزيلا. صراحة هذه التصريحات سمعناها من قبل وهي تصريحات فقط للاستهلاك الإعلامي، لأننا لا أحد لا جزائري ضد تجريم الاستعمار، ولكن المشكل يجب أن نهيئ أو أن تكون الجزائر قوة وتفرض نفسها وتكون يعني تتعامل مع فرنسا كبلدين يعني بنفس القوة كي تستطيع فرض هذا الطلب. أما أنها اليوم الجماعة الحاكمة تنتظر بشغف زيارة الرئيس وانتظرته منذ أشهر لأنه بدأ بالمغرب ولم يأتي للجزائر، وهو سيزور لمدة سويعات لكي يقوم بسكيتش قصير مع الرئيس ويقوم بتصريح الرئيس في صحة جيدة ثم يغادر، وهذا قد يأخذ ثمنه يعني اتفاقيات تجارية عدة. لهذا لا أظن أن لدينا أو أننا حضرنا أنفسنا وضعنا نفسنا في وضعية تسمح لنا أننا نفرض على فرنسا أن تحترمنا وبالتالي أن تعتذر منا. نعم للتصريحات، ولكن الجزائر ليست في وضعية تسمح لها بأن تتقدم بهذه المطالب، ويقول أنها تصريحات الاستهلاك الإعلامي. دكتور إسماعيل خلف الله، تعليقك أنت على تصريحات وزير المجاهدين عشية زيارة ماكرون للجزائر؟ أنا أعتبر هذا ليس مبرر، ليس بالمبرر، رغم أن السلطة الجزائر الآن تعاني من هذا الضعف، من هذا الوهن السياسي، من هذا البؤس السياسي الذي تعيشه الجزائر، ولكن هذا لا يعني أن الجزائريين هذا مطلب شعبي، هذا مطلب حق للأجيال، هذا حق يجب أن نترفع على هذا. قضية أن بحكم أن اليوم السلطة غايبة عن الوجود، يعني معنى ذلك أن هذا المطلب لا يمكن أن يطرح. المطلب ونحن كحقوقيين كقانونيين كمحامين يعني نطرح هذا الملف بقوة، نقول بأن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، وقد اعترف بها الرئيس ماكرون المرشح للرئاسة آنذاك في فيفري الماضي، وقال بأنها جريمة ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية كما حددها نظام روما الأساسي على أساس أنها من اختصاص المحكمة الجنائية وعلى أنها لا تتقادم ولا يمسها التقادم. وبالتالي فقضية أن نربط هذا المطلب الشعبي، أركز على المطلب الشعبي، أنا لا أنظر للنظام ولا أتكلم على السلطة اليوم، أتكلم على هذا المطلب الشعبي الذي ما زال الشعب الجزائري متمسك به ولا يمكن أن يتنازل. وأقول بأن هذا الملف سيبقى عالقا، ستبقى هذه المشاكل بين الجزائر وفرنسا ما دام هذا الملف مطروحا. هذه المشاكل ستسمم العلاقات ما دام هذا الملف مطروحا. وضيفي يتحدث عن مطلب شعبي، عن مطلب وطني ليست له أي علاقة بقوة الدولة أو بضعفها، في وقت وأشار إلى تصريحات المرشح ماكرون في وقت تبدو فيه تصريحات الرئيس الفرنسي يقول البعض أنها مختلفة. في آخر تصريحاته في مقابلة تلفزيونية يقول يجب رؤية الأشياء أمامنا دون إنكار أو اعتذار. نعم، هو مطلب شعبي هذا لا غبار فيه، ولكن هذا المطلب الشعبي تستغله السلطتين الفرنسية والجزائرية لهذه الزوبعة في فنجال، وفي الحقيقة العلاقة حميمية بين الطرفين. نحن نلاحظ من جهة أن السيد الرئيس الفرنسي تكلم عندما كان مترشح وجرم هذا، ثم عندما رجع إلى فرنسا ويعني وصادفه هذه الجمعيات موجة الانتقادات تراجع وقال لن يكون هناك اعتذار، لا إنكار ولا اعتذار. لهذا ومن جهة النظام الجزائري الذي لديه اليوم برلمان أو يعني جهاز برلماني بأغلبية قام بملف ثم تم إلغائه، أي أن هناك لا توجد رغبة سياسية حقيقية. هناك
لا توجد، عندما يقول الأخ الكريم نطرح الملف بقوة، جميل، ولكن لا نطرحه بالكلام أو بالنقاش، نطرحه في المحاكم الدولية، أي نعمل ونوثق. نقطة أخرى، وزير المجاهدين استبعد هذا الأمر، قال لن نذهب إلى هذا الأمر إطلاقا، أي أنه يتكلم من أجل الكلام. نقطة أخرى، هذا الوزير نفسه عندما نتكلم على رؤوس المقاومين الجزائريين التي الجماجم الموجودة عبثا في متحف فرنسي، قالت السلطات الفرنسية لم تقم السلطات الجزائرية بطلب واحد. نقطة أخرى، قضية شهداء الجزائر الذين رميوا في السان في 17 أكتوبر، لم يطلب النظام، وكانت هناك جمعيات فرنسية جزائرية من قامت بهذا. هناك أمور عدة. النظام الجزائري قابل بتغيير اتفاقيات إيفيان ضد الجزائريين. ستحدثني عن ربما إذا كنت من متابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس.